شوف غادي نجيك ديريكت، التستوستيرون عندك طايح، والسبب ماشي هو الزر ولا الجينات، السبب هو ان الماكله ديالك كتشبه الماكله ديال الدراري الصغار، السكر، الزيوت الى اخره. اليوم غادي نصلحوا هذه الروينه ب 11 اكله علميه كتطلع هرمون التستوستيرون، وانا كنتحداك 7 منهم ما داخلينش الكوزينه ديالك نهائيا. اول اكله السردين. بزاف الناس كيتسحب لهم بان السلمون سمكه جايه من الجنه، ولكن الحقيقه هي ان اغلب السلمون اللي كتشري راه محبوس في مزارع وفقير غذائيا. السر الحقيقي كاين في السردين. هذا الحوت الصغير هو منجم ديال الفيتامين دي والاوميغا 3. دراسه لقات بلي الرجال اللي كياكلوا هاد الدهون الصحيه بانتظام عندهم التستوستيرون طالع بزاف. السردين ماشي غير ماكله ديال الدروج كما كتظن، هو وقود حقيقي ديال الهرمونات. الاكله الثانيه عصير الرمان، الفايغر الطبيعي. فوقاش اخر مره فكرتي في الرمان؟ غالبا نسيتيه وسط مشروبات ديال الطاقه تافهه. الرمان فيه قوه خفيه كيقدر يرفع مستويات ديال التستوستيرون ب 24%. ماشي غير هذا الشيء، هو محارب شرس للالتهابات ومحفز نوتريك اوكسيد اللي كيوسع العروق وكيخلي الدم يوصل لكل بلاصه في الجسم ديالك بكفاءه. شرب كاس ديال الرمان وانت كتفرج في الفيديوهات ديالي، راه هنا كدير ابديت للهرمونات ديالك. ثالث اكله البصل، هذا السينيال ديال الانتاج. ارخص اكله في القائمه اللي ما كنظن الصراحه هذه الوقيته ارخص اكله، المهم علينا. ومع ذلك كنحقروها. البصل ماشي غير بنه ديال الطاجين، هي كترفع هرمون ال اتش. هذا الهرمون هو الميساج اللي كيصيفطوا الدماغ للخصيتين وكيقول لهم بداو الانتاج دابا. فاش كتاكل البصل انت كتقوي السينيال ديالك اللي كيوصل الميساج للدماغ. كل بصح في كلشي، ولكن نصيحه ما تاكلوش وانت غادي عند شي واحد ريحتك كتكون خايبه. الاكله الرابعه البيض الكامل. اياك ثم اياك تلوح الصفر ديال البيض. ابيض فيه غير بروتين، ولكن الكنز كاين في الصفر ديال البيض، تما فين كاين الكوليسترول الصحي، فيتامين دي، اوميغا 3. التستوستيرون اصلا كيتصنع من الكوليسترول. فاش كتحيد الصفر انت كتلوح المواد الاوليه اللي كيحتاجها الجسم ديالك باش يبني هرمون التستوستيرون. كل 3 حتى 4 البيضات كاملين، وفكر في النتيجه ماشي في السعرات الحراريه. الاكله الخامسه الشوكولاته الاسود، عدو التوتر. الاكله الوحيده اللي كنستمتعوا بها كلنا الشوكولاته اللي فيه اكثر من 80% ديال الكاكاو، عامر بالمغنيسيوم والزنك. هاد الجوج كينقصوا من هرمون الكورتيزول، وقاعده ذهبيه في البيولوجيا. فاش كيهبط التوتر كيطلع التستوستيرون. كنعاودها الشوكولاته كيحسن تدفق الدم وكيعطيك طاقه بلا ما يخربق لك الانسولين. اعتبرها حلوه علميه لصحتك الهرمونيه. الاكله السادسه العسل الحر، حارس هرمونات. ماشي داك العسل ديال البلاستيك اللي عامر بالسكر ديال اسبانيا، لا كنهضر على العسل الخام. هذا العسل كيحمي الخلايا اللي كتنتج الهرمون، والاهم من هذا الشيء كينقص من تحول التستوستيرون للاستروجين هرمون الانوثه، يعني كيحافظ لك على هويتك الرجوليه. العسل هو الفلتر الطبيعي اللي كيخلي هرمون التستوستيرون في حالته الصفيه. الاكله السابعه المحار، قنبله الزنك. كيبان في الاول بحال شي خنونه ديال البحر، ولكن لا، راه هو اغنى مصدر للزنك في العالم. والزنك هو المحرك الرئيسي لانتاج التستوستيرون. الا كان عندك نقص في الزنك راه الهرمون عندك في الحضيض. المحار كيعطي السينيال للجسم ديالك باش يضاعف الانتاج، وفي نفس الوقت كيبلوكي الانزيمات اللي كتضيع عليك الهرمونات. الا ما لقيتيش المحار كروفيت الكرامار كيدير جزء من الخدمه. الاكله الثامنه الحلبه، فنيغريك. الحلبه هي الكابوس ديال الشركات اللي كدير المكملات الغذائيه تيست بوستر، حيت هي كدير خدمتهم بزيرو درهم. دراسات لقات بلي كترفع هرمون التستوستيرون الحر ب 98% في 8 سيمانات. هي كتحسن الحساسيه ديال الانسولين، كتحارب الالتهابات واخا ريحتها قاصحه، ولكن النتائج ديالها توب دو توب، وكترفع الطاقه البدنيه اقوى بزاف مما تتخيل. الاكله التاسعه الزنجبيل، وقود الخصوبه. كلشي عارف ان الزنجبيل مزيان، ولكن القليل اللي كياكلو. الزنجبيل عنده خصائص توب دو توب، يعني كيأثر مباشر على الهرمونات الجنسيه، كينظم السكر في الدم وكيخلي البيئه ديال الجسم ديالك مثاليه لانتاج هرمونات. ديرو في اتاي او مع العصير، المهم دخلوه في السيستيم ديالك حيت هو الوقود ديال الخصوبه. الماكله العشره اوراق الخضراء، السبانخ والبروكولي. الخضره اللي كنت كتهرب منها وانت صغير هي دابا اللي محتاجها وانت كبير. السبانخ البروكولي عامرين بالمغنيسيوم. هذا المعدن كيربط راسو مع البروتينات اللي شاده التستوستيرون وكيهرسها باش يخلي الهرمون حر ويخدم في العضلات ويدير خدمته. الا ما كتاكلش الخضره راه الهرمون عندك محبوس ومقيد، ما كتستافد منه والو. الاكله الاخيره اللحم الاحمر، مصدر الخام. اللحم ماشي عدو، اللحم هو الوقود الخام، عامل بالفيتامينات بي 11 يعني بي 12 والزنك والكوليسترول. دراسات قارنات بين ناس كياكلوا اللحم وناس كياكلوا غير الكارب، ولقات بلي صحاب اللحم عندهم توازن هرموني احسن بزاف. اذا كان اللحم من مصدر طبيعي فانت كتعطي الجسم ديالك احسن بروتين لبناء العضلات ورفع التستوستيرون في دقه واحده. دابا الخريطه عندك 11 اكله هي بين يديك. المشكله ماشي في المعلومات، المشكله في التطبيق. واش غتبقى تاكل الماكله ديال الدراري الصغار ولا غتاكل بحال شي راجل باغي نتائج حقيقيه؟ جرب هاد السيستم وجرب هاد الاكلات وغتشوف الفرق في الطاقه، في المورال وفي لاصال ديالك. وانا هنا باش نعاونك. ولا عجبك هذا المحتوى دير سبسكرايب، بارطاجي الفيديو، لان الفيديوهات الجايين توب دو توب دو توب. انا متاكد ان حتى شي واحد ما دوى عليهم.